يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل حاجة حلوة أنا بعملها، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. النهاردة هنعمل حاجة جميلة خالص، هنعمل بلوبيف بيتي، حاجة كده حلوة على الآخر ونظافة وطعم جنان. تعمليها بقى يعني غدا سريع كده بلوبيب بالبيض، تعمليها سندوتشات لحبايبك الصبح كده، يعني حاجة بصراحة في منتهى الجمال والروعة. هتعجب الصغير وهتعجب الكبير، وهتعمليها على طول وصدقيني مش هتندمي ومش هتكسلي اللي انتي تعمليها على طول من كتر سهولتها في العمايل. وحاجة كده حلوة خالص والملمسها واللون روعة. تعالوا بينا نشوف هنعمل الحاجات الحلوة دي ازاي. انا جبت نص كيلو لحمة مفرومة ملبسة شوية، وبرضه هزود عليها معلقتين زبدة او سمنة انتي وراحتك، ومعلقة من الفلفل الاسمر والملح والبهارات اللي هي يعني السبع بهارات، معاها 5 فصوص حبهان واربع ورقات لورا، معاها كمان بصلاية كبيرة وفلفلاية خضرة كبيرة، فلفلاية حمرة، و10 فصوص توم. وكمان المكون الجميل الجيلاتين، معلقتين جيلاتين مع ربع كوباية مية. هنجيب طاسة وقبل ما نحطها على النار اول حاجة نحط فيها كوباية المية والبهارات والملح والفلفل الاسمر بتاعك والخضار بتاعك، وما ننساش ورق اللوري والحبهان. كل ده هنقلبه على بعضه كده لغاية ما الملح يدوب والبهارات. بعد كده هنحط اللحمة بتاعتنا وبرضه هنقلبها مع الحاجات الحلوة دي شوية كده علشان اللحمة تمتص كل البهارات وتتشرب البهارات كلها قبل ما احطها على النار. ويلا بينا نحطها على النار. بس نسيت الاول اجهز الجيلاتين، عبارة عن ربع كوباية مية وعليها معلقتين جيلاتين. تدوبيها قوي قوي قوي، مية عادي من الحنفية، مش شرط انها تكون دافية، بس تقلبيها قوي، لازم تدوب على الاخر وتبقى شفتي متماسكة ازاي. يلا نرجع تاني للحمة بتاعتنا اللي حطيناها على النار. اول ما تقرب تغلي نقعد نقلبها شوية كده. انا عايزة الريحة بتاعت الخضار وبتاعت التوابل تدخل جوه اللحمة، انا عايزة اللحمة تتشرب كل البهارات الحلوة دي اللي بتخلي الطعم في منتهى الجمال، بتخلي البلوبيف ايه طعم طعامة. دلوقتي خلاص استوت. قعدت على النار حوالي تلت ساعة، يعني ما بين تلت ساعة لنص ساعة، بس هي بتستوي على طول. وبعد ما طفيناها طبعا بتشيلي كل حاجة فيها بقى، اللي هي الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر والورق اللوري والحبهان و10 فصوص التوم. ما تخليش بس الا 3 فصوص او 4، لان انا كنت حاطه كتير علشان اللحمه بس تتشرب من الريحه بتاعه التوم، مش اكتر من كده. اما مش هحط كل التوم ده، بس كده. بعد ما شلنا الحاجات اللي هي الزايده هنجيب الكبه بتاعتي وهنحط اللحمه فيها، كل اللحمه مع البصل وال3 فصوص التوم اللي انا بقيتهم فيها. وهنحط كمان المعلقتين السمنة او الزبدة بتوعك، وما ننساش الجيلاتينا، ده اساس المكون. ولون بقى علشان يدي اللون البلوبيفي الجميل، يا اما لون احمر بودر او سائل اللي انت عايزاه، بيتجاب من عند العطار. هنحط بس لون، ما نكترش عشان يبقى لونه لون البلوبيف الحلو ده. هنضربه في الكبة بتاعتك او محضرة الطعام لغاية ما يبقى اللون اللي انت شايفاه ده او التماسك اللي انت شايفاه ده. براحتك بقى، عايزاه ناعم خشن انت وراحتك. هو كده مظبوط. هنجيب
طبق بلاستيك، اي حاجة عندك تدهنيها بالزيت، وبعدين نحط عليها البلوبيف بتاعنا او العجينة بتاعتنا بتاعت البلوبيف، هنحطها كلها وهنضربها ضربتين كده علشان تتوزع صح جدا. بس خلاص هنغطيها ونحطها في التلاجة لحد تاني يوم علشان الجيلاتينة تعمل عمايلها ويبقى البلوبيف متماسك على الاخر. بس خلاص طلعناه تاني يوم، ده حاجة جنان، حاجة خرافة، حاجة في منتهى الجمال والروعة. لا حاجة حلوة خالص بجد يا ست الكل، لو عملتيها مش هتبطلي طريقة عمايلها، لان حاجة كده نظافة وجمال، ولا الريحة والطعم في منتهى الجمال والروعة. دلوقتي انا بوريها لحضرتك ازاي انها متماسكة وحلوة خالص، ودلوقتي هقطعها عشان اوريكي الملمس بتاعها، ولا اللون تحفة كده فعلا، اللون المظبوط. الحاجة الحلوة دي فعلا معمولة بكل حب وسعادة، عشان كده طالعة في منتهى الجمال. حلوة خالص. يعني هتعمليها على طول لحبايبك ومش هتبطلي عمايلها. لا ده انا هدوق، لا ده انا بدوق وايه ده انا دبت في حبها. لا حاجة كده حلوة خالص. هستفها في الطبق علشان اوريها لحضرتك. لا ده حاجة موفرة على الاخر، يا ريت يا ست الكل تعمليها، صدقيني هتفرحي حبايبك بعمايلها. جاية مستعجلة من الشغل وعايزة تعملي غدا سريع، بيضتين بقى مع حتة بلوبيف ورغيفين، بألف هنا وصحتين. واستنوني مع طبخة جديدة وطريقة جديدة من مطبخ كوكي. بحبكم في الله.